يا مساء الفل عليك يا صاحبي، يا رب تكون بخير ومزاجك رايق. قبل ما نبدأ في الجد عندي ليك سؤال لولبي كده، هنجاوب عليه في آخر الفيديو. تفتكر ايه هو الشيء اللي كلنا بنخاف عليه في السفر اكتر من جواز السفر نفسه؟ ولو ضاع منك بتحس انك رجعت للعصر الحجري؟ فكر فيها كده لحد ما نخلص كلامنا. بص يا سيدي، احنا النهارده مش جايين نتكلم كلام مجعلص، احنا جايين نتكلم كصحاب خايفين على مصلحة بعض. حياتنا يا جماعة بقت عبارة عن شاشة وتاتش، صح؟ ولا انا غلط؟ تصحى من النوم تطبيق يقولك نمت كام ساعة، عايز تفطر تطبيق يبعتلك الأكل لحد باب البيت، حتى لو عايز تشرب مية تطبيق يفكرك ويقولك الحق كليتك بتنشف يا وحش. تطبيقات ما بقتش رفاهية، دي بقت دراعنا اليمين. بس الفن بقى مش انك تنزل تطبيقات وخلاص، الفن انك تنزل التطبيق اللي ينجزك ويوفر عليك فلوس ومجهود، مش اللي ياكل رمات موبايلك ويسحلك في اعلانات من هنا وهناك يا بطل. عايز اكلمك بقى عن بعبع بيقابل اي حد فينا بيسافر سواء سياحة او شغل، هو الانترنت. تنزل من الطيارة موبايلك يتحول لحتة حديد، يا اما تفتح رومينج وتلاقي فاتورة موبايلك تشتري بيها شقة في الساحل الشمالي، يا اما تقف في طابور في المطار عشان تشتري خط جديد وتطلع جواز وتعمل حوارات. عشان كده التطبيق اللي جايبهولك النهارده بيحل لك المشكلة دي من جذورها. تطبيق موبايل اسمه ايه؟ برايد اي سيم اب ترافل، تطبيق من شركة اسمها ميني كرون. التطبيق ده يا صاحبي فكرته قايمة على تقنية الاي سيم او الاي سيم معلش، ودي ببساطة شريحة الكترونية مدمجة جوه موبايلك، يعني ولا دبوس تضيعه ولا شريحة تقع منك وتدور عليها بالمنقاط. التطبيق ده وظيفته انه سوق كبير بيبعت لك باقات انترنت لأي دولة في العالم وانت قاعد في مكانك بتشرب قهوتك. طب نستخدمه ازاي صح عشان ما نلبس في الحيط؟ ركز معايا يا غالي. اول حاجة واهم حاجة قبل ما تنزل التطبيق اصلا لازم تتأكد ان موبايلك بيدعم خاصية الايسم، ومش كل الموبايلات فيها الخاصية دي. فادخل اعدادات موبايلك وتأكد الاول في الانترنت موبايلك بقى حديث وبيدعمها. جميل جدا، هتنزل التطبيق من الرابط اللي سايبهولك، هتفتحه هتلاقي قدامك خريطة العالم. اختار الدولة اللي انت رايحها، ولنفترض تركيا او دبي. هتلاقي باقات بأحجام وأسعار مختلفة، اختار اللي يناسبك وادفع بالفيزا ومبروك عليك. هيجيلك كيو ار كود تفعله في اعدادات موبايلك، واول ما الطيارة تلمس الارض النت يشتغل معاك زي الفل. تعالى بقى نتكلم على بلاطة ونشوف رأي الناس اللي جربوا التطبيق ده على البلاي ستور، ونفصص كده المميزات والعيوب عشان ابقى صريح معاك للآخر. المميزات اللي الناس أجمعت عليها السرعة والراحة. فكرة انك تشتري نت وانت في بيتك دي مريحة جدا، والأسعار في أغلب الأوقات أرخص بكتير من خدمة التجوال العادية بتاعت الشركات اتصالات عندنا. كمان التطبيق واجهته سهلة ومش محتاج تكون خبير تكنولوجي عشان تتعامل معاه. أما العيوب بقى يا صاحبي، ودي لازم تاخد بالك منها عشان انا خايف عليك. بعض المستخدمين اشتكوا ان النت في مناطق نائية بيكون ضعيف، وده طبيعي لانه بيعتمد على الشبكات المحلية في البلد اللي انت رايح. يعني حتى لو انت معاك شريحة داخلية للبلد اللي انت فيها، اي منطقة نائية برضه هيبقى النت فيها ضعيف، لان الشبكة اللي انت مشتريها مش مغطية كل الاماكن النائية في البلد اللي انت فيها. وشكوى تانية متكررة ان الدعم الفني ساعات بيتأخر في الرد لو حصلت معاك مشكلة في التفعيل. يعني لو الباقة علقت معاك ممكن تفضل شوية محتاس عقبال ما حد يرد عليك. وفي ناس قالت إن الأسعار في بعض الدول ممكن تكون أغلى سنة بسيطة من لو اشتريت شريحة محلية من كشك في الشارع هناك، بس انت بتدفع فرق السعر ده تمن لراحتك. وعايز اقولك كمان ان انت مهما طولت، انت عندك اي شريحة بتشتريها بالباسبور بتبقى مرتبطة بوقت زيارتك وبالفيزا بتاعتك، لكن لما بتشتري شريحة زي ديت بتبقى مفتوحة طول ما انت قاعد في البلد، هي شغالة معاك وانت مش عايز وجع دماغ. نيجي بقى للسؤال الخبيث اللي بيدور في دماغي دلوقتي، يا عم التطبيق ده مجاني، طب هما بيكسبوا منين؟ بيضحكوا علينا؟ لا يا صاحبي، ما بيضحكوش عليك، هو بيزنس مان شاطرين، او هما بيزنس مان شاطرين. تطبيق مجاني كتحميل، لكن الربح بيجي من اولا من حاجتين. اول حاجه فرق السعر، هما بيشتروا الداتا دي من شركات الاتصالات العالميه باسعار الجمله، يعني رخيصه جدا، ويبيعوا لك بقى بأسعار القطاع، والفرق ده مكسبهم. تاني حاجة الطرق الخفية بقى، زي أي تطبيق مجاني ممكن يكون في تجميع بيانات الاستخدام عشان تحسن الخدمة أو الإعلانات الموجهة في المستقبل، ودي ضريبة التكنولوجيا اللي احنا كلنا عايشين فيها. أي تطبيق بياخد بياناتك عشان يعملوا إعلانات على إيه؟ على البيانات اللي انت بياخدوها منك. نصيحتي ليك يا صاحبي، تطبيق دوت ممتاز كبداية، بس عشان تكون في الأمان دايما خلي عندك بدايل في تطبيقات تانية قوية ومنافسة، زي اير الو وهولو فلاي.
قارن الأسعار بينهم قبل ما تسافر، وشوف أرخص واحد فيهم وأحسن عرض فيهم واشتغل عليه على طول. متربطش نفسك بحاجة واحدة. نرجع بقى للسؤال الأول للحلقة: ايه هو الشيء اللي بنخاف عليه في السفر أكتر من جواز السفر؟ الإجابة هي شحن الموبايل. تخيل كده موبايلك يفصل شحن وانت قاعد في بلد غريب معكش شحن، ساعتها ولا نت هينفعك ولا GPS هيلحقك، وهتبقى حوسة بجد. يا رب أكون قدرت أفيدك وتكون المعلومة وصلت ببساطة من غير تعقيد. لو عجبك الكلام ده وعايزنا نتكلم ونكمل في تطبيقات تانية بتسهل حياتنا وتوفر فلوسنا، متنساش تعمل لايك جميل زيك يا جميل، وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. أشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام.